يا له من حظ عجيب للمباراة الثانية. الأهلي بيطرد منه لعيب في مباراة الاتحاد السكندري ومباراة بطل رواندا النهاردة في فضيحة تحكيمية من الحكم السنغالي عيسى سيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سينمائي. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلا وليس أمرا. ادعمونا بالاشتراك في القناة يا شباب عشان يوصل لكم كل جديد، ودوسوا على زر الجرس ودوسوا لايك وتفاعلوا معانا. الأهلي يصعد إلى دور ال 16 في دوري أبطال أفريقيا دوري المجموعات بفوزه على بطل رواندا 1-0 في مباراة الأهلي ب10 لعيبة لمدة 85 دقيقة بعد طرد جريديشار في الدقيقة 15. الأهلي بيلعب ب10 لعيبة في فضيحة تحكيمية من الحكم الغريب السنغالي عيسى سيسي بدون لمس ولا عنف ولا أي شيء. لمسة بسيطة جدا يطرد جريديشار كأن المدافع بيموت ووقع في منطقة الجزاء. فشيء غريب جدا. ده عطى ضغط على الاهلي، وكان جيس روب يعني اتحط النهارده في اختبار جيد جدا. الراجل كان بيلعب بالخطه العاديه 4 2 3 1، فطبعا بعد الطرد يعني الخطه اتغيرت خلاها 3 4 2. اضافه ان هو كان بيلعب النهارده بالبدلاء. حتى عمر كمال عبد الواحد هو اللي كان بيلعب باك يمين، عبد القادر وهكذا. الراجل عمل يعني اداء دفاعي عشان احنا كنا منتقد الدفاع لا بأس به. كان بيلعب اتنين ديفندر، مروان عطية واليو ديانج، قدامهم طبعا بن رمضان. سحب عمر كمال عبد الواحد ونزل ياسر ابراهيم بقى سنتر باكس تالت مع ياسين مرعي واحمد بيكهام، ومحمد داني كان نزل قبله رجعه تاني مركزه. فيا جماعه يعني الكوتش يعني عنده فكر وواقف وصاحي واكسايتد وبيسلم على كل اللعيبه وبيحمسهم، حتى بيسلم على الفريق المنافس والحكم بعد الماتش. الراجل كوتشنج في نفسه. طبعا رغم الاداء التحكيم السيء لكن الحمد لله احنا غلبنا 1-0، ودي سمة الفرق الكبيرة ان انت تغلب حتى لو انت مطرود منك واحد. طبعا الاداء الدفاعي يعني لا بأس به، لكن اداء الاهلي بشكل عام ما كانش اللي هو خالص. طبعا الناس زعلانه برضو من الاداء، لكن هو الاداء جاي مع الوقت ان شاء الله. الكوتشنج ده عنده فكر، بدليل اللي هو نبه على اللعيبه. ده توقعي ان هو لازم نمسك الاستحواذ كان حوالي 57% من لمسه وباصه، وعشان اللعيبه التانيه هي اللي تيجي ورا الكوره اللي احنا معانا الكوره عشان احنا مطرودين منا واحد. النهارده بن رمضان يعمل اسيست محترم لعمر كمال عبد الواحد في الدقيقه 57. صراحة عجبني جدا وده تاني اسيست اللي بن رمضان في الماتش الذهاب. هو اللي جاب الاسيست لمحمد هاني في رواندا هناك. فيا جماعة يعني تفائلوا الخير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.